ازيكم يا شباب. النهارده هنتكلم عن اسهل تأشيرة شنجن للعرب في 2024، وهي تأشيرة شنجن اسبانيا، وتعتبر اسهل تأشيرة في الاجراءات والرد، عشان كتير سألونا ايه هي اسهل بلد شنجن نقدر نقدم عليه ونضمن الحصول على التأشيرة بتاعتها. وهنعرف ليه تأشيرة البلد ديت سهلة على عكس تأشيرات تانية كتير، وهنعرف برضو ازاي تقدم بنفسك وتجهز الاوراق بتاعها. بس قبل ما ندخل طبعا في التفاصيل بتاع التأشيرة ديت، لو انت اول مرة تشوفنا يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين. لو انت بقى عايز تسافر اوروبا وبتدور على تأشيرة شنجن سهلة، يبقى الافضل ليك ان انت تقدم على تأشيرة شنجن اسبانيا، خصوصا ان اسبانيا يا جماعة دولة سياحية من الدرجة الاولى، وتأشيرتها برضو متاحة لمعظم الدول العربية. وفي نفس الوقت الاوراق بتاع التأشيرة ديت سهلة جدا ان انت تقدر تجهزها وتقدم بنفسك وتوفر فلوسك. ولو عايز تاخدها كمرحلة لدخول أي بلد تانية عادي، لأن زي ما احنا عارفين يا جماعة إن أي تأشيرة شنجن بتسهل لك إن أنت تدخل أكتر من 26 دولة أوروبية بحرية وبدون أي قيود، وتتنقل بقى طيران بري أو بحري كأنك رايح بالظبط من مدينة للتانية، محدش هيسألك أنت رايح فين. طبعا تمن تأشيرة شنجن يا جماعة أسبانيا 80 يورو، مدة التأشيرة بالظبط 90 يوم. الرد بيكون بعد 15 يوم أو 30 يوم لو الورق بتاعك تمام ومظبوط. اما لو الورق فيه حاجه ناقصه فانت ممكن يكون الرد هيجيلك بعد 60 يوم، يعني محدش يقلق من النقطه دي. مكان التقديم يا جماعه بيكون التقديم في قلب مكاتب التاشيرات اللي احنا عارفينها، زي في اف اس جلوبال او تي ال اس كونتاكت، حسب البلد اللي انت منها. والتاشيره ديت ما فيهاش يا جماعه مقابله، يعني مش هتطلب منك فيها لا لغه انجليزيه ولا حتى لغه اسبانيه. وزي ما قلنا يا جماعه التاشيره ديت ميزتها سهله، لانك تقدر تقدم عليها بنفسك وتجهز الاوراق بتاعها. تعالوا بقى نعرف ايه هي الاوراق اللي هتطلب منك عشان تقدر تقدم على التاشيره ديت. اولا كده يا جماعه انت بتملى طلب التاشيره، والطلب ده عباره عن ابلكيشن انت بتملاه بنفسك. بعد كده بتجهز الاوراق الثابته المعروفه في اغلب التاشيرات، زي جواز سفر ساري، وجواز السفر ده يا جماعه يكون في على الاقل 6 شهور. تاني حاجة صور شخصية، والصور الشخصية ديت يا جماعة تكون حديثة وخلفية بيضاء. بعد كده تأمين صحي، وهنا التأمين الصحي يا جماعة معروف باسم تأمين 30,000 يورو. وعشان أسهل عليك برضو الأمور، أنت تقدر تشتري التأمين ده أونلاين، يعني ممكن من شركات تأمين صحي طبعا في قلب أسبانيا. أنا هسيبها لكم في قلب صندوق الوصف اللي حابب طبعا يشتري التأمين ده، وبيكون بمبلغ بسيط. بعد كده هتعمل خطة سفر. يعني إيه خطة سفر يا جماعة؟ خطة السفر دي بتشرح فيها الأماكن اللي أنت ناوي تزورها في قلب أسبانيا، والمدة اللي أنت هتقضيها في قلب البلد هناك، ومكان إقامتك فين بالظبط. يعني من الآخر كده أنت بتقدم بيان تفصيل عن خط سير رحلتك في قلب البلد هناك. بعد كده انت بتعمل طبعا حجز فندقي بالمده اللي انت ناوي تقضيها في قلب اسبانيا. وهنا بقى يا ريت الناس تركز معايا شويه في النقطه ديت، لان مهمه جدا، وكلنا بنقع في الخطا ده يا جماعه. ونحجز الفندق بمده التاشيره مده 90 يوم، مش بمده الاجازه طبعا اللي انت ناوي تقضيها هناك. فعشان كده لو انت عايز تضمن حصولك على التاشيره، لازم تكون عدد ايام اجازتك هناك على قد حسابك البنكي، واقصى مده تكون يا جماعه 15 يوم بالكتير. وافضل موقع طبعا للحجز الفندقي زي ما احنا عارفين هو موقع بوكينج دوت كوم. بعد كده بتعمل حجز الطيران. هنا يحتاج منك حجز طيران مبدئي او مؤكد، بس الافضل لو انت عملته طبعا مبدئي، واللي بيعمله لك يكون قبل الموعد طبعا اللي انت هتقدم فيه الورق لمكتب التأشيرات، عشان يكون لسه ملغاش طبعا الحجز. وخليها من الافضل ان انت تخليها اخر ورقة تعملها طبعا قبل ميعاد الحجز بيوم او بيومين. بعد كده انت لو موظف هتحتاج طبعا خطاب اتش ار من الشركه اللي انت شغال فيها، ويا ريت يكون فيها عنوان الشركه ورقم تليفون الشركه وايميل الشركه برضه. اما لو انت صاحب عمل فاكيد هيحتاجوا منك الرخصه التجاريه اللي هي السجل التجاري والبطاقه الضريبيه. اما الرخصه التجاريه ديت يا جماعه خدوا بالكم لازم يكون عدى عليها على الاقل سنه، يعني ما كنتش لسه عاملها لي من شهر او اتنين وتقول اروح اقدم بيها، هتاخد طبعا رفض على طول. لازم يكون عدى عليها على الاقل سنه. برضه يا جماعة من أهم الأوراق اللي هتطلب منك حسابك البنكي. حسابك البنكي هنا سهل جدا لآخر 6 شهور. هقول لك ليه. لأن ورقة الحساب البنكي هنا يا جماعة هي أهم ورقة زي في كل الأوراق اللي احنا اتكلمنا عنها. فلو حسابك البنكي مش متظبط ما تقدمش. وعشان تعمل حساب بنكي متظبط بيكون فيه يا جماعة 3 حاجات: إيداع،
اللي هو مثلا المرتب اللي بينزل لك أو الأرباح اللي أنت بتحطها في حسابك البنكي كل شهر، مصروفاتك اللي هو السحب، توفير الفلوس اللي أنت وفرتها عشان تطلع بيها أجازة خلال مدة الست شهور. فمثلا لو قلنا إن أنت وفرت في خلال الست شهور مبلغ 1000 يورو خلال الست شهور ده، هنقول بعد مصروفاتك طبعا، فأنت بتقدم أجازة بمدة طبعا 5 أيام هنا. ليه؟ لأن مطلوب منك إن أنت تصرف في اليوم مثلا 100 يورو في قلب أسبانيا، فخمس أيام في 100 يديك 500 يورو. ال 500 الباقيين بقى يا جماعة يكونوا للحجز الفندقي وتذاكر الطيران. عشان كده ناخد بالنا أو من حساب البنك مش شرط يكون فيه مبالغ كبيرة على قد إنه يكون فيه الخطوات اللي اتكلمنا عنها، إيداع وسحب وتوفير يا جماعة. بعد كده لو أنت عندك تأشيرات قديمة وجوازات سفر قديمة هتقدم نسخ منها يعني في قلب الملف برضه. لو أنت برضه متجوز تقدر تحط عادي قسيمة الجواز، ولو عندك أطفال ممكن تضيف برضه شهادة ميلاد أطفالك عادي، والحاجات ديت اللي تثبت طبعا الأملاك. ولو أنت عندك طبعا أملاك بتثبت طبعا الأملاك ديت بالأوراق بتاعها وتقدمها برضه بالملف. طبعا دي كل الأوراق اللي هتطلب منك. أما بالنسبة بقى للمتقاعدين عشان الناس هتسألنا بتقدم إزاي حساب بنكي، أنت بتقدم بيان المعاش لآخر 6 شهور بالنسبة للحساب البنكي. لما لو أنت طالب فلازم تجيب موافقة المدرسة أو الجامعة اللي أنت فيها، موافقة أهلك اللي هو باباك ومامتك، وتكفلوا طبعا بمصاريف رحلتك. تعالوا بقى نعرف إيه هي خطوات التقديم بالظبط على التأشيرة دي. بص يا سيدي، أنت بتجهز الأوراق اللي إحنا طبعا اتكلمنا عنها وبتروح تترجمها في مكتب معتمد. بعد كده هنقول بتحجز ميعاد في قلب مكتب VFS جلوبال أو TLS كونتاكت عادي. ولما تخلص طبعا الترجمة بتاخد الأوراق دي كلها وبتقدمها في قلب المكتب، وبتدفع بعد كده تمن التأشيرة اللي هم 80 يورو. وطبعا بتدفع عمولة المكتب ده بيقارب بتاع 600 جنيه مصري كده، وبتستنى طبعا الرد. وزي ما قلنا يا جماعة لو ورقك تمام هيجيلك رد بعد 15 يوم أو 30 يوم بالكتير، لو ناقص يبقى هيجيلك بعد 60 يوم. ودي طبعا كل حاجة خاصة بتأشيرة شنجن أسبانيا يا جماعة. بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار يا ريت تنسبونا في قلب التعليقات وأنا في أقرب فرصة أرد عليكم. شكرا لكم وبس كده.